وخليجي آخر، قالت صحيفة الأنباء الكويتية إنها علمت من مصادر أمنية مطلعة أن أفراد الخلية الإرهابية التي قبض عليها مؤخرا اعترفت بأنها تلقت دعما ماليا من أطراف الكويت سموها برجال أعمال وسياسيين معروفين. وأوضحت المصادر أن الكويت سترسل وفدا أمنيا رفيعا إلى المنامة للتعرف على هذه الاعترافات والتحقق منها. للمزيد من التفاصيل معنا من المنامة مراسل العربية محمد العرب. محمد، بداية هل لدينا معلومات عن تصريحات الصحيفة الكويتية بشأن تورط الخلية مع رجال أعمال كويتيين فيما يتعلق بالدعم، وهل لديك أيضا معلومات بشأن هذه الخلية في البحرين؟ نعم محمد، هنالك تطور دراماتيكي في هذا الموضوع، موضوع الخلية التي ألقي القبض عليها في قطر وسلمت إلى الأجهزة الأمنية البحرينية، ومن ثم الأربع أشخاص التي تم استلامهم من قطر اعترفوا على شخص خامس موجود في البحرين. وهنالك أيضا شخص مهم جدا وهو يعتبر من الأشخاص التي تدير حلقة التواصل بين الممول وبين المنفذ، وهو لا زال في حالة فرار ويتوقع أن يكون في الأراضي السعودية. التطور الدراماتيكي الآخر، اليوم أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعودة والنائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أعلن العربية بشكل حصري أن موضوع اعتقال المواطنين الكويتيين في إيران ما هي إلا محاولة لذر الرماد في العيون، وذلك بسبب أنهم يعملون في قناة تلفزيونية صاحبها يتهم هنا في البحرين أنه قريب من إيران. إذن هي محاولة مثل ما يقول النائبين عن لذر الرماد في العيون لحماية الحليف الإيراني في الكويت. هذا طبعا تطور جديد. كذلك أن وسائل الإعلام البحرينية تحدثت اليوم عن بعض الأسماء التي كانت على قائمة التصفية، وهو الإعلامي سعيد الحمد والإعلامية سميرة رجب والإعلامية سوسن الشاعر. إذن بدأت خيوط التحقيقات تتسرب بأكثر من جهة مما يعطي للموضوع يعني بعدا آخر. اليوم تحدث يعني اثنين من النواب البحرينيين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ونائب مستقل، تحدث للعربية بشكل مباشر وصريح أن موضوع الاعتقال الشخصين الكويتيين هو عملية إعلامية للمحافظة على بعض حلفاء إيران في المنطقة. أيضا أريد أن أشير أن هناك تسريبات خاصة لقناة العربية أن الهواتف المحمولة للأربعة الذين كانوا في قطر وتم تسلمهم من قبل البحرين كانت فيها رسائل نصية من هواتف في لبنان، وهذا إشارة إلى الاتهامات التي سبقت وأن أعلنت عنها أطراف بحرينية هنا لعلاقة هذه الخلية بشكل أو بآخر بحزب الله. أيضا هنالك من يقول أن المتهمين الاثنين الممولين للخلية وهم علي مشيمع وعبد الرؤوف الشايب لا يلتقون سياسيا، وكذلك أنهم على طرفي نقيض. صح أن الاثنين من المعارضة لكن الاثنين مختلفين جدا. طبعا هذا الموضوع أشار له أكثر من نائب برلماني أن علي مشيمع لديه يعني تواصل مباشر مع حزب الله، وقد أعلن هذا الشيء مرارا وتكرارا هو ووالده الذي يقبع خلف قضبان السجون بتهمة يعني إعلان الجمهورية الإسلامية البحرينية. أما عبد الرؤوف الشايب فهو على علاقة بإعلاميين يعملون في قناة المنار التابعة لحزب الله. هذا الحديث اليوم أصبح على لسان النواب في البرلمان، وبالتأكيد أن النواب لن يتحدثوا إلا بالحصول على مصادر موثوقة من مصادر أمنية موثوقة. إذا اليوم نحن في تطور دراماتيكي جديد. دخل هناك متهم هارب موجود في السعودية، وهناك ممول موجود في الكويت. نعم محمد. طيب محمد العرب، شكرا جزيلا لك على تلك المعلومات، ونحن بانتظار المزيد عن تلك الخلية الإرهابية.